هات رمضان رمضان ده معانا، هات رمضان رمضان ده. عايزه اقول لكم ان انا من امبارح وانا بحفظ فيها علشان اقولها لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم امارات؟ كل الف سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل طاجن عكاوي بلسان العصفور. هنعمل طاجن عكاوي بلسان العصفور ان شاء الله. هنعمله بطريقه بسيطه وسهله جدا، هتعجبكم وهتاكلي احلى طاجن عكاوي بلسان العصفور وهتعمليه ومش هتشتريه تاني. ويعني مش هتفكري ان انت تجيبيه من اي مطعم، وهتعمليه في بيتك بمنتهى الطعام وبمنتهى الجمال، وحاجة كده تشرفك في العزومات، وحاجة كده ايه تعجبك وتفتخري بها قدام ولادك وجوزك. تمام. نبدأ كده بقى ايه، نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت بقى ايه معلقة سمنة محترمة كده، بس ما تكتريش في السمنة علشان طبعا في لحمة ولسه هتحمري لسان العصفور وكده. وبعدين بقى ايه، خرطت بصلايه بقى كده كأنك هتقلي، بس احنا مش هنقلي، احنا هنخلي البصلايه تدبل بس. تمام. يا دوب بس خدت قلبناها تقليبه بس كده ايه، شربت عرقها. وقمت نازله باربع فصوص توم، انت شفتهم اهمت. وقرن فلفل وقرن شطه او قرن فلفل حار. يعني دي حاجة براحتك بقى خالص. وتقلبيهم تقلبتين كده. تمام. يا دوب بس ايه تقلبتين كده بس يشموا النار، على ما يتبلم تكون انت بقى ايه عصرت الطماطم. تمام. او دبلوا بقى زي ما انتم شايفين اهو. عصرت. على ما عصرت الطماطم بقى ركنتها طبعا على جنب، وقبل ما انزل بالطماطم نزلت بقى بالعكاوي. العكاوي هي بسم الله ما شاء الله طلعت مش سمينه، انا كنت مفكره ان هي جايه سمينه، بس جت ما شاء الله جميله جدا، مش سمينه ولا اي حاجه ولا فيها نسبه دهن خالص. هنقلبها بقى، حطيناها بقى تتشوح اهيت مع البصلايه بقى، وتاخد التشويحه الجميله دي. وهنحط بقى ايه التوابل بتاعتنا، يعني ايه ربع معلقه فلفل اسود، وعندي بقى ايه ربع برضو معلقه البهارات بتاعتنا السبعه. البهارات بتاعتنا دي بقى اللي فيها ورق لورا وحبهان ومستكة وزر ورد وفلفل ابيض وفلفل اسود وزر مراكش وحاجات كتيرة جدا، اللي هم السبع بهارات. تمام. قلبتها انا بقى تقلبتين كده لحد ما ايه، لحد ما شربت بقى المية بتاعتها، شربت عرقها كده وايه، وبتاع حوالي 10 دقايق كده، وقمت نازلة بقى بالطماطم. الطماطم بقى مش مهم تعصريها، ليه بقى؟ بس انت كده كده هي هتخش الفرن، ولما تتسبك مش هيبان فيها قشرة اصلا. يعني مش مهم ان انت تصفيها، عادي لو فضتها كده بالشفشق مفيش مشكلة. المهم بقى ايه، هتقلبها تقلبتين طبعا وتسيبيها لحد ما تتسبك. انا جبت بقى هنا سقطة مية كده علشان احطها على الصلصة ديت. وسبتها بقى مع نفسها بقى كده، وغطيتها وسبتها على النار لحد ما تتسبك بقى وتبقى جميلة كده. ونقلتها على العين التانية علشان دي تبقى قريبة مني. قلت بقى ايه، على ما تاخد وتد كده بشكل ودي، اكون انا بقى ايه حمرت لسان العصفور. كنا بقى ايه في الوقت ده كان فاضل ساعة على المغرب. تمام. انت بقى ممكن لو انت عندك عزومه ممكن تزودي في لسان العصفور ده بقى شويه، بس انا بعمل دايما كيس علشان يعني يعني على قدنا يعني. تمام. وقمت جايه بقى ايه مقلبه بقى لسان العصفور. طبعا لسان العصفور او الشعريه، الحاجات ديت مش عايزه بقى ان انت تحطيه على النار وتتلهي، لا ده انت تبقي جنبه وتفضلي معاه علشان ياخد لون واحد، ما تفرقش ولا لحظه. انا فضلت في المطبخ وايدي فيه لحد ما خد اللون الذهبي بقى، والعكاوي بدات تخش في السوا. كنت ببص عليها بقى وبشوفها عامله ايه. بدأت بقى ايه تعرفيها ازاي بقى؟ هتبص تلاقي العظم بتاعها بدأ يبان كده، بدأ يظهر منها ويسيب اللحم. لسان العصفور بقى لونه ذهبي وجميل اهوت، وبقى هو ده اللون اللي احنا عايزينه الجميل ده اهو. طبعا الصلصة كانت الصلصة اتسبكت واستوت، ونزلت عليها بكوباية مية سخن. يعني كوبايه ميه من الالومنيوم اللي انا بشغلها بيها دي. لو كوبايه ميه بقى، يبقى انت هتحط كوبايتين ثلاث كوبايات ميه، هتحطي 3 كوبايات ميه. بعد ايه، بعد الصلصه متسبكت وقمت مزوده 3 كوبايات ميه. ويستحسن الميه تكون سخنه علشان ايه ما تاخدش وقت منك في الغلوان تاني، لا تغلي منك، تغلي على طول، وكمان تفضل محتفظه بطعمها.
او شوفوا بقى اللقطه جت قبل لقطه، المقطع ده كان المفروض يجي قبل ده، بس مش مشكله، حصل خير. اهي الكوبايه اهي يا جماعه، انا كنت حطاها على النار تسخن، وكنت بقلي بقى ايه جنب العكاوي دي، كنت جايبه عيش بقى طري وبدنجان مقلي بقى وفلفل مقلي وبالتوميه بقى، والدقه الجميله اللي احنا بنعملها بقى في البيت دي، اللي ستات البيوت يعني بيتفننوا فيها. بصوا بقى هنا بقى كانت بدأت ايه، كانت بدأت تشرب الصلصة اهي زي ما انا قلت لكم، وكانت بقى ايه بدأت تتخدع بقى زي ما احنا بنقول كده، التخديعة بدأت بقى ايه تاخد وتدي كده مع نفسها، وكانت بقى ايه العكاوي شربتها والفلفل والبتاع اللي كنت عاملاها بقى ايه، وكان فاضل القرنان الفلفل دول والبدنجان، وكان دول اخر حاجه. هي بقى هنا بقى اهي زي ما انا قلت لكم بقى، انا هزود الميه بقى اهوت، الميه سخنه يعني كده افضل ان انت تزودي الميه السخنه افضل ما تبقى بارده، علشان ما تغيرش طعمها، وكمان هتغلي منك على طول. اهي الكوبايه هي يا جماعه دي حوالي 3 كوبايات ميه، الكوبايه ديت بتاخد حوالي 3 كوبايات ميه، فنزلت بها كلها بقى ليه، علشان لسه لسان العصفور هيستوي، هيغلي غلوتين كده، وهي كمان لسه ما استوتش قوي، هي دلوقتي 3/4 سوا، دلوقتي هي 3/4 سوا. هنحط بقى لسان العصفور اول ما يغلي، اول ما الميه دي تغلي هننزل بلسان العصفور، وبعدين بقى نشوف هنعمل ايه بقى بعد كده في الكام دقيقه دولت بقى. يعني هو بعد ما نضيف لسان العصفور دقيقتين 3 ياخد غلوتين 3 كده، ونقوم طافيين. تمام تمام. هنا بقى انا كنت بتاكد ان هي استوت، لقيتها ايه بسم الله ما شاء الله كانت استوت بقى خالص، وهو المطلوب احنا عايزين بقى ايه، عايزين السوى ده، يعني ما تحطهاش في الفرن الا وهي مستويه سوى كامل، لان لسان العصفور بطبيعته ما بياخدش سوى في الفرن، يعني ما ده بيطب من اول غلوه، فاحنا عايزين بقى ايه كله يبقى داخل مستوي مع بعضه، هي داخله مستويه ولسان العصفور بس يشرب بس الشوربه ديت، ويبقى ايه مفلفل كده وزي الرز بالظبط. انا جبت بقى الطاجن ده غويط، لقيت الطاجن ده هيبقى مش هياخد العكوه بلسان العصفور، بسم الله ما شاء الله كانت الكميه كبيره، فقلت احط في الغويط ده كبير، خد بسم الله ما شاء الله خد الحله كلها. هبدا بقى ايه اغرف، انا كنت طفيت، هبدا بقى ايه اغرف، كان فاضل حوالي 3/4 ساعه او ساعه على المغرب. هو قاعد في الفرن يا جماعه، انا بحطه في الفرن الفلاحي زي ما انتم عارفين، لو هتحط في فرن البوتاجاز تحط في الرف الوسطاني، هيقعد معاك حوالي ايه نص ساعه في الفرن. انا حطيته برده في الفرن بره، في الفرن بتاعي زي ما انتم عارفين انا بخبز في الفلاحي، قعد حوالي برده نص ساعه. طبعا انا غرفت، بديت اغرف اهوت لسان العصفور بقى مع العكاوي، بتغرفي بقى كله، تغرفي بقى كله. تمام. وكان فاضل شويه بقى برضو فضيتهم، ما سبتش حاجه، انا ما سبتش حاجه، فضيته كله وقمت واخداه بقى ورايحه على الفرن على طول. او بصوا اهم حاجه شويه الشوربه دولت، يعني تفضي الحله كلها في الطاجن، الشوربه دي هي اللي هتسوي لسان العصفور، الشوربه دي هي اللي هتسوي لسان العصفور. طبعا الحله كانت سخنه، وانا بقى عملت شطره وجريت شلتها بايدي ولسعتني. او الشوات اللي فاضلين دول اهم بسم الله ما شاء الله، يا دوب هو الطاجن ده اللي بيسعفني بقى، ده المنقذ، ده اللي بيسعفني وبياخد اي حاجه، لو كان برام خضار، طاجن تورلي قصدي، عكاوي. الطاجن طلع من الفرن اهو بقى حبايبي، قاعد حوالي نص ساعة. عايزة اقول لكم بقى الريحة تجنن، ولا الطعم، ولا لسان العصفور مفرفر وجميل كأنه رز معمر، بصوا مفلفل كده، والدخان بقى طالع منه ازاي، بصوا شوفوا مفرفر ازاي، حباية من حباية تبدريه كده وتلميه بالحباية. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايب قلبي، وكل ألف سنة وانتم طيبين. ما تنسوش بقى اللي مشتركش في القناة يشترك، وكومنتات الجميلة واللايكات علشان الفيديو يترفع، وكل ألف سنة وانتم طيبين مرة تانية، واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.